بيضه وصدر الدجاج حضريها ليهم في الدار بلا ما تشريها، وغادي تعطيك كميه كثيره واقتصاديه وفي نفس الوقت. غادي تاخدي صدر الدجاج، ولا كان عندك صدر الديك الرومي فحتى هو كتضيفيه، غير هو صدر الديك الرومي كياخد واحد المده اطول في الطهي. الا كان عندكم وبغيتو ديروه فكترقدوه شويه في الحامض باش كيجيكم فتي. هنايا الصدر غسلته بشويه ديال الخل والمليحه، ولا بغيتو حتى هو ديروا ليه الحامض ديروه. فالحامض ديما كيفتي لكم الصدر وكيعطيه واحد المذاق لذيذ بزاف، وما كيجيكمش داك البنه الزفير ديال الدجاج في الماكله. منين كنقطعوه على شكل مكعبات كنضيفوا ليه بيضه، صلصه الصويا، كنضيفوا ليه التحميره، عصير الحامض، الخل ما كنكتروش منه، كنضيفو معلقه صغيره. عندي هنايا الثومه بودره، الثومه كتجي لذيذه في هذه الوصفه، غير كثروا منها. ولا عندكم حتى الثومه طريه كتفرموها كتحكوها. كنضيف سكينجبير، الكركم او الخرقوم البلدي، والملحه ما كنكثروش منها لان صلصه الصويا معروفه مالحه، باش ما تجيكمش الوصفه مالحه اكثر من اللازم. كنضيفوا الابزار، وكنبداو باضافه النشا، ما يعادل ملعقتين حتى ل3 ملاعق كبيره يكونوا مملوئين جيدا، ونصف ملعقه صغيره من خميره الحلوى او باكينغ باودر. عندي هنايا البقسماط او لا شابلوغ اي نوع، حيت يكونوا الاشكال ديالو مختلفه. وكنضيفوا ليهم واحد المعلقه كبيره من دقيق الفينو، الا ما كانش عندكم الفينو السميد الناعم. كنخلطوهم مزيان. كنجيبوا واحد الكاسروله، خذوا كاسروله باش كتقتصدوا في الزيت، كتعطيكم واحد الارتفاع. وكنجيبوا القطع ديال الصدر بالخلطه اللي فيهم، يعني ما كنفضوهمش، ديك الخلطه هي فاش كيلصق لينا البقسماط او لا شابلوغ. وكنضغطوا عليها ضروري بالاصابع، من بعد كنفضوها باش ما كتحرقش لينا دوك الحبات ديال الخبز، ما يتحرقوش لينا في الكاسروله بهذه الطريقه هذه. وضروري من الخلطه كتحتفظوا بها، كتخليوها في الطبقه العلويه ديال الصدر، وكنخليوه على نار اللي كتكون متوسطه، ما كنقصوا ليهش باش ما كيتعجنش لكم. كتخليوه عادي على نار متوسطه بلا ما كتغطيوه. صدر الدجاج دغيا كيوجد، من حين لاخر كتحركوه بالمعلقه، ما تحركوش بالفرشيطه، لان دوك السنان ديالها كيقدروا يتقبوا لكم ديك الطبقه وكتفرتت معاكم. غير بالملعقه فقط باش كياخذوا لون موحد. وها هما من بعد ما وجدوا كيوجدوا بسرعه، ما كياخذوش معكم 10 دقائق في القلي، كيجيو اكثر من رائعين. وها هما واجدين كيحماقوا عليهم الوليدات فوق ما تصوروا. بوب كورن دجاج على طريقه ارقى واشهر المطاعم العالميه، كتحضريها في دارك بطريقه اقتصاديه وبكميه كثيره، وسهل جدا. قدميه مع اي صوص مفضله عندكم بصحتكم وراحتكم.